السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله يلقاكم هاد لا فيديو في صحه جيده وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم الكبيدات غادي نشارك معكم التقديه ديالي اللي تقديت، وغادي نشارك معكم ان شاء الله الكسكسو. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين. ومرحبا بالناس جداد ومرحبا بالناس القدام، الله يسهل عليكم، كتنوروا لي القناه ديالي وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم الكبيدات خديت هنايا الديسير وخديت الخضره، المهم خديت داكشي اللي خاصني في الدار. كما كتشوفوا هنايا خديت شويه ديال الزبيب، وخديت التمر كما كتشوفوا. خديت شويه ديال السحتر حيت كيتحتاج راكم عارفين. خديت كيلو ديال الروز وكيلو ديال اللوبيا البنات كما كتشوفوا. هنا خديت هاد اللوبيا هذه رقيقه، ما عمرني سيتها ولكن خديتها قلت غادي نجربها. هنا خديت الفينو، كيلو ديال الفينو، وهاد الطون هذا ومطيشه. هاد المطيشه هذه البنات كنلقاها زوينه ورخيصه، حيت جربته ولقيته زوين. صافي هنا خديت الشوفان كما شفتوا، وهنايا خديت الليمون. خديت هذا الليمون هذا الملقم حيت هذا الليمون الصغير ما بقاش. خديت البصله، الربيع بطبيعه الحال، وخديت النعناع. وهنا الكبيدات شوفوا تبارك الله ما شاء الله مطيشه غزاله وفنه البنات. انا خديتها غير ب3 دراهم. انا خديت البنان، خديت الجلبانه كما كتشوفوا. هاد الجلبانه هذه صدقات غزاله بصراحه البنات، صدقات غزاله كنطيب بها عرفتوا واحد الحلاوه ما شاء الله. وخديت خيزو، بطاطا ضروري البنات، بطاطا راكم عارفين. انا خديت واحد نص كيلو ديال اللحم كما كتشوفوا. وخديت انا واحد الدجاجه اللي درتها في الليمون والملحه، غادي ندير عليها الماء ونخليها حتى يعني حتى ترقد ليا مزيان، من بعد غادي نغسلها. التقديه البنات اللي تقديت كما كتشوفوا هانتوما. صافي الكبيدات دابا غادي نستف كلشي، غادي نردو لبلاصتو، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نوجدو كسكسو ان شاء الله. المهم خليكم معايا الله يسهل عليكم. ولا كنت الكبيدات وصلتوا حتى لهنا مازال ما تابونيتوش معايا، الله يسهل عليكم ديروا ابوني وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم، الله يسهل عليكم. وشكرا لكم بزاف، الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم يا ربي. كما كتشوفوا هنايا غادي نستف يعني كلشي غادي نردو بلاصتو. هاد اللحمه هادي غادي نغسلها وغادي ندير بها ان شاء الله الكسكسو. غادي ندير اليوم الكسكسو باللحم. صافي غادي نرد كلشي لبلاصتو ومن بعد نرجع معكم. كما كتشوفوا هنايا عندي الحيمه كما كتشوفوا انتما. غادي ندير اللحم. عندي هنايا واحد الحبه ديال البصله اللي قطعتها يعني طويله، وعندي قبيطه ديال الربيع كما كتشوفوا هانتوما. يعني بصيله درتها تكون متوسطه على حسب الكميه اللي عندكم، واش غادي تكثروا الكسكسو واش غادي تنقصوا، يعني على حسب عدد الافراد اللي عندكم. عندي واحد 2 حبات ديال المطيشه اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا، وكميه ديال الحمص غير واحد شويه. صافي عندي سكينجبير، الابزار، خرقوم، الملحه، والزيت المائده. الزيت البنات مخلطه، انا دايره هنا مخلطه زيت العود وزيت المائده. اللي ما عندهاش زيت العود دير غير زيت المائده. صافي غادي ناخذ البرمه ديالي وغادي ندير فيها اللحمه كما كتشوفوا، وغادي نزيد عليها البصله. درت هنا واحد 2 معالق صغار من سكينجبير. درت معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه ونص ديال الخرقوم. العطريه البنات كتبقى على حسب عدد الافراد اللي عندكم. كان داكشي كثيره كتكثروا العطريه، كان داكشي يعني قليله كتنقصوا العطريه. ومليحه بطبيعه الحال، مليحه كتبقى على حسب الذوق.
وكندير هنايا زيت العود وزيت المائده. انا عندي هاد القرعه هادي مخلطه فيها زيت العود وزيت المائده، اللي ما عنده زيت العود دير زيت المائده. صافي الكبيدات هنا غادي نخلط كلشي مع بعضياتو، ومن بعد غادي نديرو فوق البوطه. كما كتشوفوا غادي نزيد عليها واحد كاس ديال الماء ونخلي اللحم حتى يتشحر ليا مزيان مع ديك البصيله وديك العطريه اللي درت. ومن بعد غادي نزيد عليهم مطيشه والربيع وديك الحمص، مطيشه والربيع والحمص، حتى غادي يعني يتشرب ليا ديك اللحم العطريه وتقلى ليا شويه هكا الحيمه. ومن بعد عاد باش غادي نزيد مطيشه والربيع والحمص كما قلت لكم. غادي نحرك مزيان ونغطي عليها نخليها تقلى ليا. هي كتقلى البنات وانا كنحرك بطبيعه الحال. صافي غير هكا واحد شويه وصافي، بلا ما تضربوا البنات تماره في مطيشه تحكوها. انا هنايا قشرتها وقطعتها هكا طويله ودرتها. صافي هنايا درت مطيشه الربيع وداك الحمص، وغادي نزيد عليهم الماء وغادي نخليهم شويه هكا يغليو. هنا الكبيدات عندي نص كيلو ديال السميده غليظه اللي كتكون خاصه بالكسكسو. انا البنات ما كيعجبنيش الكسكسو، كتعجبني السميده، كتجي في الكسكسو غزاله. السميده ديال الكسكسو كتكون غليظه. صافي انا درت لها شويه ديال زيت العود وغادي نبقى نبسبس مزيان هاد السميده مع الزيت. صافي وغادي نخليها بما يتقلى ليا اللحم. ومن بعد عاد باش غادي ندير التصفويره الاولى. كما كتشوفوا بعد ما تقلى ليا اللحم مزيان دابا غادي نمرق. انا كندير المريقه على حسب التصفويره اللي غادي تفور لينا الكسكسو. غادي نخلي حتى تطلع ليا التصفيره البنات وتطلع ليا الغليه عاد باش غادي ندير الكسكسو. كندير السميده في الكسكاس باش غادي نديرها تفور. صافي من بعد غادي نحطها تفور، التصفيره الاولى، التصفيره الثانيه، التصفيره الثالثه. بطبيعه الحال ضروري 3 ديال التصفيرات، يعني راه كلشي كيعرف تبارك الله ما شاء الله يفور الكسكسو. صافي هنا بعد ما تفور ليا التصفيره الاولى غادي نبدا نزيد الماء هكا غير شويه بشويه وانا كنحرك كما كتشوفوا. انا البنات السميده ما كنزيدوش فيها الماء، هذاك ملي كيكون كسكسو كنديروا الماء في الاول. اما ملي كتكون السميده كنديروا لها غير زويته ونديروها التصفيره الاولى، ومن بعد التصفيره الثانيه عاد باش كنديروا لها الماء. صافي كنخليوها تشرب لينا مزيان ديك الماء اللي درنا، ومن بعد عاد باش غادي نديروها التصفور كما كتشوفوا. دابا غادي نديرها التصفيره الثانيه. هانتوما انايا الكبيدات راه تفورات التصفيره الثانيه. ودابا غادي نزيدها شويه هكا ديال الماء بطبيعه الحال. هانتوما انا كنرش الماء شويه بشويه وكنحرك هكا بيدي كما كتشوفوا. هنا الكبيدات غادي ندير الملحه بطبيعه الحال، الملحه كتبقى على حسب الذوق. وغادي ندخل ديك الملحه في الكسكسو ديالي كما كتشوفوا. ومن بعد غادي ندير التصفيره الثالثه. غادي ندير الخضره هي الاولى كما كتشوفوا. هنا غادي ندير خيزو، قريعه الحمراء، قريعه الخضراء، بطاطا. هنا الكبيدات انا بناتي ما كياكلوليش اللافت وديك المكور وهذا ما كياكلوليش، كنحاول ندير غير الخضره اللي كياكلوها لي. صافي درت هنا غير خيزو وبطاطا والقرعه الحمراء، قرعه الخضراء. صافي هادشي اللي درت.
بعد ما درت الخضره هنايا غادي ندير المريقه بطبيعه الحال، وغادي نخليه حتى تطلع ليا الغليه، ومن بعد غادي نزيد تصفيره ثالثه باش ديك الكسكسو يعني يجي عاطي واحد لوكو زوين. كطلع فيه ديك التصفيره ديال الخضره كيجيكم الكسكسو زوينه البنات. هادشي علاش انا درتو في الكسكاس كيجي بنين، ما بغيتش نديرو في الكوكوط واخا اللحم يعني راكم عارفين كيشد شويه ديال الطياب، ولكن خليته حتى طاب ليا على خاطرو قرب يطيب عاد باش درت الخضره. صافي كما كتشوفوا هنايا بعد ما طلعت ليا الغليه في الخضيره ديالي عاد باش درت الكسكسو. هانتوما صافي غادي نخليه يتفور ليا على خاطرو. بعد ما تفور ليا ديك الكسكسو البنات هانتوما هنا خليت حتى الاخر، وعاد باش درت واحد المعلقه صغيره ديال السمن. انا عندي هنا السمن حار، ما بغيتش نديرها البنات في الكسكسو، درتو هكا مباشره في البرمه مع ديك الخضيره مع اللحم باش يجي هكا مشرب ليا ديك السمينه وكتجي المريقه بنينه. صافي غادي نخليها تغلي غير واحد شويه، من بعد غادي نطفي يعني راه الخضيره طابت كلشي طاب كما كتشوفوا هنايا. هانتوما دابا غادي نسقي اختي معاكم. هانتوما انا درت كسكسو صافي كديسو هكا، من بعد كناخذ هكا واحد الصفايه البنات وكنبدا نهز الخضيره غير من الفوق وكنستفها هكا. هانتوما المهم كنستفى البنات الخضيره ديالي بهذا الشكل هذا. انا ما كيعجبنيش داكشي مخرمز، ضروري ما كتعجب يعني تكون الخضيره هكا مستفى باش هكا حتى ملي كتبغي تاكلي كتهزي خيزويه، تهزي قريعه، تهزي بطاطا، يعني فهمتوا كتهزي شويه شويه من الحاجه. ما كيعجبنيش داكشي غير هزو ورون وحط. كتعجبني القصريه ديالي تكون ناضيه. البنه ما نعاودش ليكم، والشكل حتى هو ما نعاودش ليكم. خاصني داكشي يكون متوله البنات باش هكا البنات كنعقلوا على الحاجه ملي كتكون يعني الحاجه متوله، ماشي هي ملي كتكون ما متولاش. راكم عارفين راكم فهمتوني. وهادشي اللي كاين الكبيدات. صافي هنا بعد ما استفت خضيره ديالي كامله درتها في القصريه، صافي داك الحمص اللي كيبقى ليا في التالي حتى هو كنفرقو هكا من الفوق كما كتشوفوا. ومن بعد الكبيدات عاد باش كناخذ المغرف وكنبدا يعني نسقي هكا من الفوق. صافي هنا خديت مغرف وغادي نبدا نسقي على هذا الشكل هذا. هانتوما كندير البلول ديالي عادي. عرفتوا الكبيدات جا واحد الكسكسو ما نعاودش ليكم، جا غزال البنات. صافي هنا يبقى لي شويه ديال البلول غادي نديروه في الزلافه. درت هنايا كبيدات ديك المريقه اللي بقات وغادي نحطها باش اللي بغات يعني دير هكا المريقه في جهتها راه كدير. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو اللي وجدت معكم اليوم الكبيدات. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، درتو باللحيمه عرفتو جا غزال. راكم عارفين الكسكسو باللحم راه كيجي حسن من الدجاج، بصراحه جا غزال ما شاء الله. كنتمنىكم تجربوا هاد الطريقه ديالي. اختي نوض اختي ديروا الكسكسو لوليداتكم وتهلاو في راسكم وفي وليداتكم. وكان هذا هو لا فيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنىكم تقبلوا عليا، وشكرا لكم بزاف بزاف.